نبدأ سعادة جديدة. السلام عليكم، كيف حالك؟ شو الأخبار؟ مين هون في الدار كبير ممكن أحكي معه؟ السلام عليكم، كيف حالك أختي؟ الله يبارك فيكي. أختي الله يبارك فيك، إحنا قاعدين هون نلف على البيوت، عم نحمل إحصائية وفي نفس الوقت عم نجمع تبرعات. للأيتام وللفقراء المحتاجين هون. طيب احنا لو بدنا نسألك انتم كيف عايشين هون؟ مين معاكم؟ مين بيصرف على البيت؟ رب العائلة موجود؟ لا، ابوي صار مع السرطان وتوفى. الله يرحمه. عندي 5 يتامى، خمسة. 2 من زوجي لاني مطلق اللي قبل. اها. طفل مريض قلب، واحد على البركه درويش. الله يحفظه. طلعت لهم راتب من التنمية. يعني في مش كهرباء. ما الكهرباء فوقكم؟ بدينا سلك من العمود قبل شهر، اجت الشركه قسوه خلص. لانه مش قانوني. مش بس انه هاي بارض الحكومه. يعني انتوا حتى ساكنين غلط يعني. مش إلنا، لا. مش إلكم. لا لا. يعني انتوا ممكن يجون يشيلوكم بعد اي كم لحظه في اي لحظة. وخليها على رب العالمين. الله ييسر لك ان شاء الله، الله يعينكم. انتوا كم واحد في البيت؟ كاملين 7 وانا الثامنه. ما شاء الله. مين يصرف عليكم غير؟ بس راتب التنمية وسجلنا بالجمعية الأردنية للأيتام. طلع كفالة للصغيرة 25 دينار بس. يعني أنت عندك وحدة مكفولة بس. وكم باقي المش مكفولين؟ 5. 4 و2 أبوهم عايش، بس ما بنعرف عنه ولا بيعرف عنهم. يعني هذا أبوه هذا عايش، هذا أبوه متوفى الصغار. يعني الحين المجموع أنت عندك 6. هسه عندي 7. 7. وأنا الثامنة. أنت الثامنة، يعني واحد مكفول بس البنت الصغيرة ندى عندي لها والأربعة مش مكفولين. طيب أختي، لو بدي أسألك، أنتوا لو هلا حد جاء طلب منكم شيء تساعدونا بتعطوه ولا ما في شيء؟ يبشر، إذا بدك عيوني بعطيهم. الله يبارك فيكي. إنه أكذب عليك، لأن أنا شايف الناس وشايف وضع، ما شايف وضع أولادي. الحمد لله. أنا أضحك عليك، شو بدهم 7 بحكي لك عنه. كم معاكي؟ معنا جناح. الله ييسر لكم الحال ان شاء الله. احنا جايين كنا نجمع تبرعات، لكن الدينار هذا الله يساعدكم فيه. كيف انتم ما بتعرف، يمكن ربنا يرجع لنا اياه 10، يمكن ربنا يرجع لنا اياه بيت لنا بكره، ما بنعرف، بنلقاه يوم القيامه قدامنا. الله يبارك فيك. طيب الدينار موجود؟ والله موجود. ولو طلبت منك ممكن تعطيني اياه؟ والله لما انك تجمع للايتام والتبرعات، لاني انا مجرب الايتام ومجرب شو بيحتاجوا وشو بينقص. ليش ما اعطيك اياه؟ صدق والله بتعطيني اياه؟ والله. طيب انا برضه حاطين طالع تلم تبرعات للي محتاج. احنا عندنا خش زين وغيرنا ما عنده. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طيب وين الدينار؟ ابشر يا استناني دقيقة. انت راضي ان امك تعطيني الدينار؟ يلا. والله من نفس طيبة، والله العظيم يا رب. متأكدة؟ يا رب من نفس طيبة، لمين ما كان يكون. الله يا ربي يعود عليك انت كمان مثلنا ب10 كل قرش. طيب خليني انا اقول لك شيء. انت اعطيتيني دينار صح؟ خليني اعطيك هذه الورقة. انا ما اعرف انتم كيف متحملين البرد اللي هون. هاي شوف جوا هي بتدلك كيف. عندكم دفاية؟ كان عندنا دفاية كهرباء، بس لما قصص صار ما في مجال. ما في دفاية. طيب ان شاء الله بتجيكي دفاية ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انت اعطيتي، انت شو اسمك استاذة؟ بس انت بتعرف الغاز بهالوقت الشيء. يعني انتم الحين هلا قاعدين بدون دفاية؟ لا في دفاية، في كل شيء الحمد لله. انت شو بدك؟ خلص انت توكل على الله. انا اخذت الدينار صح؟ لا ولا زي حالك، لا عادي والله العظيم. طيب. يا رب يفرجها عليك وعليك. طيب يا استاذة لطيفة صح؟ بعرف اسمك انا.
طيب استاذ لطيفه، انت اعطيتيني دينار وهذا دينار. لا لا والله تمزح. والله لا العظيم، لا والله العظيم. لا تفضل. تمزح. والله ما امزح. تفضلي تأكدي شوفيهم. مستأجر بيت كهرباء ومي ان شاء الله. متبهدلين اسكت لك يا رب. طيب انت شو اسمك؟ دانا، هذا الدينار لك، تفضلي. هذا من امك اعطتني اياه، انا راح اعطيك اياه، تفضلي. طيب يا استاذ لطيفه، الله يبارك فيكي، هذه دانا صح؟ هاي دانا. احنا كفلنا اولادك الخمسه، والله العظيم. كفالة يتيم. كفالة يتيم. وكل شيء ما ينقصهم شيء. لين يصير عمرهم 18 سنه. يا الله الحمد لله يا رب. هذا توفيق من الله، الله يبارك فيك. يا رب يوفقك يفتحها بوجهك ان شاء الله هذا الشهر روح الله يفرج كل كربك يا ابن الحلال. معاك ان شاء الله، معاك ان شاء الله. هذول خلاص قلنا لو استاجر فيهم بيت شيء عادي قلنا خلاص. انت بدك تستاجري بيت؟ انا بس انا ايش كهرباء ما ينقط عروسه. تعال شوف الفيران كيف. شو هاي؟ هذا مفتاح البيت اللي راح تسكنوا فيه جديد. لا لا تمزح. والله العظيم. لا معي مضغط ومعي جلد ومعي سكري، لا تلعب بالاعصاب. هذيل بيتعالجون ان شاء الله. انا بتعالج طب نفسي الى 4 سنين. طيب وهذيل بعد ان شاء الله بتروح ان شاء الله الدكتور، بتمشي الامور ان شاء الله. تفضلي، هذا مفتاح البيت. إلنا صار بيت. هذا لكم بيت، تفضلي. وين؟ في المنطقة اللي احنا مختارينها، والله انا ما اعرف اسمها. نسكن فيه انا وياهم. راح تسكنوا فيه؟ فينا يطردنا. لا والله ما حدا راح يطردكم، في كهرباء ومي. في كل شيء. مش محفر فيران ولا شيء. شو الصبح لقيت الفار بياكل خبزهم، يعني لا تلعب باعصابنا. والله ما لعب باعصابك. تفضلي، هذا بيتكم واولادك ان شاء الله نكفلوا. احنا نقول دائما والله ان الناس للناس. ما حد يطردنا ولا شيء. والله ما حد راح يطردكم ولا حد راح يجي عندكم، واجارهم كله مدفوع ان شاء الله. تمزح؟ والله ما امزح يا امي، الناس للناس والله. واحنا ما جينا الا نفرحك والله، مش ننزل دموعك، ونفرح الايتام اللي معك. والله تمرمط، والله هاي مريضة قلب، والله هذا عنده صعوبات تعلم، والله الكبير على البركة. خليها يا رب. الحمد لله، الحد لله عليك. ولا غير الله ما غير. حكوا اول اخر شيء سلميهم لاهلهم وتعالي عيشي عندنا انت اخواني. حكيت انا لما اسلمكم لحم، وهاي لما توفى ابوها سنتين، يعني هذول هيك وين اروح؟ قال يا بتسلميهم لاهلهم يا بتتزوجي. حكيت بتزوج وتزوجت بالحلال وهرب. هرب. كله خير، كله خير. انا خجلان احكي لك، يعني لسه عندي صغار هالقد شوي. طيب بس لما هرب الزلمه سكرنا الباب وخلص. يعني هسه هذا الشيء يعني طلع تقريبا 35 قطبه قبل فتره من هون لهون. اذا ما ظليت انا وياه للفجر في المستشفى ما واحد يوقف معنا، وكلهم بيعرفوا انه وقعوا هيك. بيجوك اليوم شباب بياخذون اولادك كلهم، ان شاء الله. بتروحي للمستشفى، شو اللي محتاج فحوصات، شو اللي محتاج علاج. بركز فيهم الحمد لله. الخمسه اللي ابوهم متوفي عملت لهم تامين صحي. طيب الحمد لله. الان اولادك انكفلوا، واحنا الحمد لله جايين الاردن نعمل مبادره. المبادره هذه نكفل فيها 1000 يتيم، ورايحين لبلد ثاني، بلد ثاني ان شاء الله نوصل ل 10000 يتيم. وانتم اول منا اجار وكهرباء ومي وهيك. انا بس اشرح عليك، انتم اول 5 يعني الحمد لله كفلنا من عائلتك الجميله اول 5 حلوين، الله يحفظهم ان شاء الله لين يوصل عمرهم 18 سنه. ان شاء الله بكونوا شاب وخلص بيشتغلوا. اي عشان يشيلوكي يا رب. وهم يسمعوا الكلام، هم بيسمعوا. بحكي لهم دائما، يعني اولت امبارح اسالهم بدنا تفاح، اشترينا تفاحه واحده بربع دينار. هلا عندك فلوس تقدري تروحي تشتريهم. السكن لو بدك من اليوم تنتقلي احنا جاهزين، والله من اليوم تشيلي هذا. فيش شيء هنا بنشال، ممكن الا بواقي حرماتهم. طيب فيش يعني الفران اليوم راح يجوكي الشباب، تروحوا كلكم بس تشيلوا هدومكم وتروحوا على الشقه الجديده، وابشرك راح تتاثث اثاث كامل، ومن دون ايجار ومن دون كهرباء ومن دون اي شيء. يلا، وهذا فرج من رب العالمين. وين المدرسه؟ السكن بنقلكم كلكم هسه. طيب اما بننقلهم لمدرسه ثانيه او بيجيب لهم باص يوصلهم، شو رايك بعد؟ تمزح لا عليك. والله ما عم امزح، والله ما عم، والله العظيم ما امزح.
طيب يا امي، الناس للناس والله، والدنيا بخير، وهذا فضل من رب العالمين. وانا اقول لك على شيء، انا مره واحد صاحبي قال لي ابحث عن نفسك بين دعوات الناس، فاحنا ما بدنا الا دعوه واستجابه ان شاء الله رب العالمين، وفلوس الناس هذه اللي احنا قاعدين نوصلها. الله يبارك فيكي. انا مش مستوعب والله. تستوعبي اليوم ان شاء الله. مرضت اكتئاب الي 4 سنين عالجت بنفسي. بحس مخي وقف، مش مصدقه والله. الله يبارك فيك، شكرا يا شباب، يعطيكم العافيه، سامحونا بردناكم، يلا ادخلوا داخل، شكرا يا امي، الله يبارك فيكي، ونلتقي على خير ان شاء الله. وما عندي الشباب الله كان قلت لك تفوت تشرب. الله يعطيك العافيه، والله احنا ماشيين في طريقنا. يلا سامحينا، الجو بارد، شكرا شكرا. لا صدقي وفي كهرباء ومي صدق مجدين كل شيء. والله بيت مرتب راح تنبسطي فيه. يلا يعطيكم العافيه، شكرا يا امي، مع السلامه، الله يعطيك العافيه، شكرا. احنا عندنا مبادرة، المبادرة نكفل فيها 10,000 يتيم، ومن الأردن كفلنا 1000 يتيم منهم أولادك الاثنين عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي. الله يبارك فيك. اعتبريهم إن شاء الله الثلاثة انكفلوا. الحمد لله إن شاء الله. الله يحفظك ويحفظهم إن شاء الله. ما يروح تعبنا عليهم. إن شاء الله إن شاء الله. الله يبارك فيك. يعني أوراق أولادك جتنا والحمد لله رب العالمين وفقنا، وراح إن شاء الله ينكفلوا لين يخلصون 18 سنة. الله يسعدك، روح معك الله إن شاء الله. يعطيك ويرزقك ويطول بعمرك اللهم ويفتح بناتك انكفلوا ثلاثة، وهذه الصغيرونة اللي عمرها 2 صحيح؟ 3 سنين بيطيح لهذا مسكين. ما انتم تبيعون خبز؟ هذه بكم؟ لا ما في هذا. تعالي يمه، تعالي طلعي انزين، تعالي. ما ينفع تعطيني واروح. لا ما ينفع. ما خليك خبيث. والله لا تخبيني. احنا عايشين على الحق، والله هم يريد حقا في سبيل. يعني الايتام اللي عندك ال10 اللي بالبيت كلهم الحمد لله انكفلوا. ان شاء الله جزاك الله خير.